يا صباح الفل، يا صباح الجمال، يا صباح المصايف، يا هوا اسكندرية وبحرها وشطها. ايه رأيكم بقى؟ طبعا تتخيل كده تصحى من النوم الصبح تلاقي نفسك قاعد في البلكونة دي، البحر كله قدامك، هوا البحر كله معاك. النهارده انا جايبه لكم شقة من شقق المصايف بتاعتنا، شقة فندقية على اعلى مستوى. فحبايبي بقى اللي من خارج القاهرة وكلموني كتير عايزين شقق فندقية وبيقولوا ان احنا الاسعار نار، لا انا النهاردة وفرت لكم شركة من شركات التسويق العقاري روعة. الاسعار جنان، هتعجبكم جدا. الفيو والمكان والتفاصيل انا مبهورة بجد. المكان هيعجبكم قوي قوي بجد. عايزة اقول لكم ان هوا البحر في حتة تانية. خلوني بقى أكلمكم عن شركة السادات هوم نفسها. الناس دول مش مجرد شركة بتأجر شقق وخلاص، لأ، دول منظومة متكاملة للتسويق العقاري. يعني انت لو بتدور على إيجار فندقي لفترة الصيف أو الشتاء هتلاقي عندهم خيارات تناسب كل الأذواق والميزانيات. طب لو انت بقى مش عايز تأجر وعايز يكون عندك مكانك الخاص في اسكندرية، السادات هوم عندهم محفظة عقارية قوية جدا لشقق التمليك في أميز وأقوى المواقع في اسكندرية. يعني بتشتري شقة تضمن لك استثمار ناجح طول السنة، وقيمة عقارك بتزيد كل يوم. نيجي بقى للمفاجأة الكبيرة واللي بيتميز بيها السادات هوم عن أي حد تاني. لو انت عندك شقة في اسكندرية ومسافر برا مصر أو ما عندكش وقت وخايف من دوشة العمال والصنايعية ومصاريف النقل، سيب المكان ده كله عليهم. شركة السادات هوم بتستلم منك الشقة من الصفر على الطوب الأحمر. هما بياخدوا الفكرة من دماغك ويصمموها ويشرفوا عليها خطوة بخطوة، وبيستخدموا أعلى وأجود الخامات، والنتيجة بيسلموها لك على المفتاح بأعلى درجات الرقي والفخامة. تدخل بشنطة هدومك وبس. دي خدمة بتوفر عليك وقت ومجهود وفلوس كتير. ويلا بينا نشوف شقتنا النهاردة. بصوا معايا بقى على التشطيب. احنا بنتكلم هنا عن الترا سوبر لوكس. حقيقي الفرش مودر جدا وراقي، التنسيق بين الالوان مريح للاعصاب، والاضاءه مدروسه عشان تديك احساس الجناح الفندقي الخاص. بجد المكان بيحسسك بالتميز والخصوصيه اللي كلنا بندور عليها. وعلى فكره الميزه في السادات مش ان عندهم الشقق الفخمه دي للايجار، دول كمان بيستلموا الشقق من الصفر وبيشطبوها بنفس المستوى الراقي، وبيسلموها لك بشغل احترافي وجودة عالية. يعني لو عندك شقة وعايز تحولها لتحفة فنية زي دي، هما بيقوموا بكل حاجة من الألف للياء. يلا ناخد جولتنا في الشقة الجميلة. طبعا احنا خلاص كده سيبنا الريسبشن، احنا ماشيين اهو معاكم. المطبخ معانا اهو. عندنا طبعا البيلد ان، الغسالة الاوتوماتيك، وادي البوتاجاز اهو، وادي تلاجة. طبعا عندنا دواليب المطبخ. الشقة يا جماعة تشطيب سوبر لوكس ولسه متسلمة للبشمهندس زي ما احنا شايفين. نكمل طريقنا في شققنا الروعة. عندنا أول تويلت اهو. الشقة كلها يا جماعة بتطل على البحر زي ما احنا كده معاكم، زي ما انتم شايفين. احنا عندنا راوتر طبعا هنا اهو، تاني حمام. اهو زي ما انتم شايفين. ومعانا هنا أول غرفة اهي، سريرين، كومودينو، ومعانا دولاب. يعني انت مش هتحتاجي حاجه غير انك هتجيبي هدومك وتيجي. هي مش محتاجه مروحه صراحه. طبعا هي بتطل برضو على البحر، شايفين. حاجه روعه، روعه الروعه بجد. تسلم ايديهم، شغلهم جميل جدا. تخيل كده تصحى الصبح على الروقان والجمدان ده.
نكمل جولتنا الجميلة. دي الغرفة التانية. غرفتنا التانية برضو اهي، سريرين، كومودينو، وبرضو الشباك بتاعنا على البحر. انت اصلا هنا في الأوضة صاحي الصبح على البحر، وطبعا في تكييف. والله انا شايفه ان هي مش محتاجه تكييفات صراحه، يعني شقق المصيف الهواء بتاع البحر يرد يروح. نكمل جولتنا. هنخش بقى ايه الغرفه الماستر، وغرفتنا الماستر الجميله الجميله الجميله. طبعا ادي تويلت بتاعها، كابينه شاور اهو. حاجه روعه، حاجه راقيه، حاجه فندقيه، شغل عالي جدا. طبعا عندنا شاشه هنا غير الشاشه اللي بره اهو. روعه التفاصيل. كل اوضه مكيفه وفي مروحه كمان. كلها اطلالة على البحر يا جماعه. تشطيب الترا سوبر لوكس. شايفين ارضيه باركيه بالكامل، جميله جدا. هسيب لكم صندوق الوصف ارقام تليفوناتهم وتفاصيل كل حاجه.